السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل حلو. الحلو بتاعنا بسيط جدا ومكوناته موجودة في كل بيت، وعلى قد ايدينا خالص، مش مكلف جدا. هنعمل مع بعض العزيزية الدمياطي. وصفة بسيطة جدا وسهلة جدا بمكونات موجودة في كل بيت ومضمونة وعلى قد ايدينا. تعالوا نشوف مع بعض المقادير والطريقة. عندي كيلو ونص لبن، عندي نص كوبايه مكرونه، اي نوع مكرونه انت حباه، عندي كوبايه الا ربع من النشا، طبعا الفانيليا، وعندي كوبايه الا ربع من السكر. تعالوا نشوف مع بعض بقى الطريقه ازاي. عندي كوبايه ونص من الميه المغليه على النار، تكون الميه بتغلي طبعا. هنزل بيهم بنص كوبايه المكرونه. بعد ما نزلت بنص كوبايه المكرونه على الكوبايه ونص الميه، هنسيبهم يغلوا مع بعض كويس جدا لحد ما يعجنوا. انا عايزه المكرونه تعجن تبقى مستويه لاقصى درجه خالص، عشان انا عايزاها اضربها في الخلاط، عشان عايزاها لما اجي اضربها في الخلاط يكون ضربها سهل جدا وتتهري معايا بسهوله. هسيب المكرونه كده تغلي مع النار، تغلي على النار شويه حلوين كده لحد ما تعجن. هو ده يا حبايبي ده السوا يا حبايبي اللي انا محتاجاه للمكرونه. كده تمام قوي جدا، استوت معايا خالص ودخلت في السوا. هاخدها بميتها بقى، تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. هنا بقى يا حبايبي هنزل بالمكرونه بتاعتنا في الخلاط كده، وعليها طبعا كوبايه الا ربع من السكر، الفانيليا طبعا، هنزل بنص كميه اللبن الموجود عندي، كوبايه الا ربع من النشا. هنضرب بقى المكونات دي مع بعض وارجع لكم تاني. وهنا يا حبايبي هنزل بباقي كميه اللبن اللي لسه عندي، وهنزل كمان بالمكونات بتاعتنا بعد ما ضربناها في الخلاط ونعمناها كويس جدا. على قد ما تقدري نعمي. كده يا جماعه حطيت المكونات بتاعتنا على النار، نفضل نقلب فيها وايدينا ما تشيلش منها خالص خالص خالص، ونفضل نقلب لحد ما تغلي. طبعا يا جماعه لسه مستمرين في التقليب، هنفضل نقلب كويس جدا لحد ما نحس ان قوام المكرونه تقلت معانا او العزيزيه تقلت معانا. هنفضل نقلب علشان ما تكلكعش مننا. وهنا بقى جه وقت الطعم الغني. معلقه السمنه البلدي الحلوه دي هي اللي بتطعم لي المكرونه بتاعتنا، تبقى جميله جدا ولذيذه جدا جدا. تركايه بصراحه مهمه جدا وحلوه قوي قوي. وبصراحه هي العزيزيه غنيه جدا جدا، بس انا بحب اضيف لها معلقه السمنه دي عشان تبقى ألذ واطعم. نفضل نقلب بقى لحد ما ندوب السمنه مع العزيزيه بتاعتنا. ماشي، والقوام يتقل معانا طبعا. وهنا يا جماعه العزيزيه خلاص تقلت معانا، يا دوبك بس هتغلي غلوه بسيطه جدا وتعمل فقاعات على الوش كده، تبقى كده جاهزه وتمام جدا. هو ده الشكل اللي انا عايزاه. الفقاعات دي خلاص كده يبقى استوت جدا وتمام. نقدر افرغها بقى في الطاجن بتاعنا. هنفضينا يا جماعه الخليط في الصينيه. ما شاء الله ما شاء الله، بصراحه قوامها جميل جدا جدا وسهله جدا وبسيطه جدا ومكوناتها كلها على قد ايدينا. وهنا يا جماعه العزيه بتاعتنا داخله تخش الفرن. هنا يا جماعه العزيه بتاعتنا جاهزه تخش الفرن. هنسيبها بقى هتستريح حوالي نص ساعه عشان تبرد، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. هنا يا حبايبي بقى هندهن وش العزيه بتاعتنا سمنه بلدي. ماشي، انا كنت سايباها نص ساعه ترتاح علشان انا عايزه الطبقه اللي على الوش تعمل كفر زي ما احنا شايفين كده، عشان اقدر ادهنها كويس جدا سمنه بلدي عشان تاخد لون حلو معانا في الفرن. ودهنها سمنه بلدي وعسل ابيض او سمنه بلدي، ونرش على وشها سكر علشان السكر او العسل الابيض بيدونا لون حلو جدا للعزيه بتاعتنا.
هنا بعد ما دهنا العزايه بتاعتنا سمنه بلدي، ندينا بقى عسل ابيض علشان تدي لون حلو ولون محمر كده وجميل. ماشي، العسل الابيض نفرده كده كويس جدا، عسل ابيض خفيف على فكره، او سكر لو ما عنديش عسل ابيض. مش هيقول لا برضو. وتدخل الفرن على الرف الوسطاني، مش مهم تاخد لون من تحت خالص، اهم حاجه تاخد لون من فوق. هي كده كده العزايه متبقاش واخده لون من تحت، بتبقى بيضه عادي مش هتقول لا. ممكن نسخن الفرن كويس جدا ونقفله ونسيبها على الرف الوسطاني تاخد لون من فوق بس، اللي انت عايزاه زي ما تحبي عادي. يا رب اكون كنت قدرت اوصل لكم المعلومه كويس، وكنت ضيفه خفيفه على قلبكم. معاكم مطعم، معاكم مطبخ غاوي طبخ. سبسكرايب للقناه ولايك طبعا، هبقى فرحانه جدا. لو عجبك الفيديو دعميني بشير ولايك. ودلوقتي هي جاهزه تخش الفرن، طبعا هصورها لكم بعد ما تخرج من الفرن نشوف شكلها النهائي عامل ازاي. ماشي يا جماعه. ودي يا حبايبي الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، شوفوا لونها جميل ازاي وشكلها اجمل ازاي. العزيزيه الدمياطي بصراحه تبقى خطيره جدا جدا جدا، وكلنا بنحبها جدا جدا، وما خدتش معانا وقت خالص خالص، ومكونات بسيطه جدا جدا. يا رب تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.